لحظات اللي جاء واحد ضابط ما اعرف من هو. قال عادل؟ قلت نعم. قال تفضل. يفتح الباب دقيق ويفتح ويدخلني الغرفه. بناظر الغرفه الا قدامي ابوي. قال اجلس. قلت له ابشر واجلس على الكرسي. قال سؤال جوابه اي ولا لا؟ قلت وش يبه؟ طبعا خايف لا اخفيكم اول مره اشوف الوجه هذا وجه شخص اللي هو وجه ابوي، وجه شخص متمرس، عظمه والعظمه لله وحده، قوه، حزم، مرجله، شده. هذا الوجه ما قد شفته اصلا. اول ما شفته كذا ذكرت كلام ذاك اللي في الحاره اللي قال ابوك شديد قبض على عمي ولا يفك احد وشاده مره يعني. قلت الله جاء اليوم اللي اذوق مره ابوي فيه. قلت يبا سم. قال لي او لا انت اللي قاتل؟ قلت له ابوي لا. قال شلون لا؟ برر كيف؟ شلون جت بصماتك على الدركسون؟ وليه رحت للمنطقه اللي موجوده هناك في شرق الدوله؟ قلت له يبا تعرف ولدك زين. قال ما انت ولدي، انت هنا متهم وانا هنا الامر والناهي. افتح ذمك اكسره. برر شلون جت بصماتك على دركسون الجيب وغير السياره، وليه هربت الى شرق الدوله؟ يقول عادي. قلت يا يبا والله العظيم ما قتلت، تسمعني انا بقول لك. قال لا 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 ما تتكلم، انا قلت لك امس ارجع البيت قبل الساعه 10. ما رجعت، رحت تزبن في مكان، وهذا الشيء يبين انك انت مجرم. اذا انت مجرم وفيك الصفات الاجراميه اوقفك اليوم قبل ما يكبر شرك بكره. قلت يا يبا. قال ماني بابوك، برر. قلت لا يبا مالي دخل. قال كيف مالك دخل؟ شلون جت البصمات؟ ومنهم هذولي؟ وكيف تعرفهم؟ ومين اللي قتل فارس؟ فارس المقتول؟ لا 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 لا. شوي الا ابوي قاطع حرفيا تفكيري وواجيسي. بالعادل مين؟ قلت والله ما ادري. قال كيف ما تدري؟ اخوياك بصماتك على الدركسون وعلى الجير اليمين. قلت يا يبا والله انك فاهم الموضوع غلط. قال لا لو جايني قبل يوم قلت لك تعال ولا هربت راح اقول اني فاهم الموضوع غلط. اما انك زابن في الحوش وتحسب اني ما اقدر اجيبك، والله اجيبك لو تتغبى ورا الشمس. اجيبك يعني اجيبك، طبعا باسلوب مجازي. قال عادل نظرت ابوي الحين ذا كيف اقنع؟ قلت يبا ورب البيت مالي دخل، والله البصمات اللي على السياره انا اللي كنت مساعدهم وكانت سيارتهم مغرزه. قال تلعب على مين؟ انت الوحيد اللي بصماته موجوده على السياره وكل الموجودين ما عندهم بصمات. قلت يبا كلامك والله صح، ولكن كانوا لابسين قفازات برد. والله يا يبا صدقني. ويعيد يا جماعه الخير السيناريو كل ما قلت صدقني. قال لو جاي قبل الساعه 10 صدقتك. قلت والله يا يبا والله اقسم بالله العظيم مالي دخل. بعدين قال لي اسمع كيف تجرأت تطلع السلاح الرشاش وتذبح فارس؟ قلت والله يا يبا مالي دخل. قال بصماتك على الجراب حقة الرشاش. كيف تقول مالك دخل؟ طيب الرشاش ما حصلتوه؟ قال لا ما حصلناه، اكيد انت مغبيه بمكان. قلت يا ولد ذا ابوي ذا ولا قاعد من ذا؟ هذا مو بابوي، وش ذا ما في رحمه؟ يقول عادل تاكدت ان ابوي في العمل وجه ثاني ولده ما انت ولده داعس عليك داعس عليك اذا انت مذنب طبعا. قلت له يا يبا اقسم بالله العظيم ابغاك بس تصدقني، بس لحظه واحده والله يا يبا اني رحت ذاك المكان. كنت على الطريق وقفني واحد وقال اسمنا فارس وقال تعال ساعدني، ويوم رحت هناك يا يبا والله العظيم يا يبا والله العظيم كانوا لابسين قفازات وانا ركبت الموتر يا يبا واسترجلت. والله يا يبا استرجلت. شوي ناظر فيني ابوي. قال طيب عادل عندك شاهد؟ تبي شاهد مني وانا ولدك؟ قلت لا والله يا يبا ما عندي شاهد. قال ركز زين وين كنت رايح؟ قلت عند مساعد. قال الساعه كم؟ قلت الساعه الفلانيه وبعدها رحت الصناعيه وتاخرت يا يبا. قال لي يعني الشاهد الصناعيه بس انه شافك الساعه 11 صح؟ قلت ليه؟ قال مو كفيله، عندك شاهد بعد الساعه 11 وقبل وقوع الحادثه هذه اللي انت كنت فيها في المكان هذاك يبين انك موجود في المدينه في الساعه الفلانيه هذه؟ قلت ها دقيقه اي يا يبا الكافي اللي اخذت منه الشاي عنده كاميرا. قال لي اي كافي؟ قلت له الكافي الفلاني. وصدق يا جماعه الخير ايه فلان. لحظات اللي دخل عسكري مرحبا بالعقيد عوض ويدق له تحيه. قال الكافي اللي موجود في الطريق الفلاني اطلب كاميرات التسجيل. وصدق يا جماعه الخير لحظات ابو ممكن 50 دقيقه الا كاميرات التسجيل موجوده لانه كان قريب شوي. دقيق الا ابوي ناظر الساعه 11 و25 دقيقه او 27 دقيقه انا واقف، 11 و32 انا محرك من الكافي هذاك. بعدين ابوي ناظر فيني قال في اي طريق انت رجعت منه؟ قلت مع الطريق الفلاني. قال فلان كاميرات الصرافه اللي موجوده عند المحطه الثانيه جيب لي اياها. ذكرت صدق المحطه الثانيه فيها صرافه وكاميراتها او الصرافه هذه يعني طالعه شوي على الشارع. وصدق يا جماعه الخير ويجيبون كاميرات الصرافه الا الصرافه مسجلتني يا جماعه الخير الساعه 12 و50 دقيقه. بعدين ابوي ناظر قال لي حظك. قلت ليه؟ قال لا امورك زينه. قلت شلون؟ قال امورك زينه ان شاء الله. فلان جهز لي السياره. صدق يا جماعه الخير الا قال له يلا جهز السياره وياخذني ابوي معاي يا جماعه الخير ونطلع من هناك. قال ورني المكان اللي غرزوا فيه. ورحنا لين هناك. يوم وقفنا هناك الا ابوي ناظر جرات الكفرات حقت موتري يعرفها.